أن يحتضن المغرب مباريات كأس العالم للأندية المقرر إجراؤه انطلاقا من الفاتح من شهر فبراير المقبل إلى غاية يوم 11 من الشهر نفسه، حيث ستكون الكرة المغربية ممثلة بنادي الوداد الرياضي. وبالإضافة إلى الوداد سيعرف الموندياليتو القادم مشاركة كل من الأهلي المصري وسياتل ساوندرز الأمريكي وفلامينغو البرازيلي وأوكلاند سيتي الأسترالي وريال مدريد الإسباني. وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة المغربية والاتحاد الدولي لكرة القدم وقع اختيارهما على ملعبي طنجة والرباط لاحتضان مباريات الموندياليتو. إذن حدث رياضي هام يجمع بين المتعة والإشعاع الرياضي، ثم يفتح أيضا أبوابا لإنعاش السياحة المغربية والتعريف بها بشكل أوسع. للتفصيل في هذا الموضوع معنا ضيفنا السيد عادل العلوي الصحفي الرياضي. أهلا وسهلا بكم أستاذ العلوي. طيب، ومعنا أيضا السيد جمال السعدي الفاعل السياحي. أستاذ السعدي أهلا وسهلا بكم. مرحبا بك ومرحبا بالمشاهدي ميديا تي في، وهذا شرف لنناقش معكم هذا الموضوع اللي هو موضوع مهم جدا في إطار السياحة والرياضة. نعم. طيب، يعني أستاذ السعدي، مقابل يعني الإشعاع الرياضي لهذا الحدث، دعنا نتحدث أكثر عن الإشعاع السياحي للوجهة المغربية المحتضنة لهذا الحدث، يعني ونذكر بالتداول الواسع لوجهة المغرب كوجهة سياحية مميزة ضمن أو بعد المشاركة المغربية المميزة ضمن فعاليات مونديال قطر. يعني اليوم كيف ترون استعداد مسؤولي القطاع من أجل التفاعل مع هذا الحدث الرياضي الهام، وكيف يمكن تحويل هذا الحدث إلى مناسبة للإشعاع السياحي بشكل أكبر خلال هذه الفترة؟ أولا خصنا ناخذ بعين الاعتبار أن هناك تجربات يعني قديمة. نعم. كان المغرب يحتضن فيها موندياليتو، يحتضن فيها دورات أخرى. ما نساوش ان المغرب عنده واحد التجربه كبيره بزاف. عاد ما نساوش في التاريخ ديال كره القدم، خاصه كره القدم، ان مثل كانت معروفه واحد لاكوب كانت تدار في الدار البيضاء، كتجيو لها جميع كتسمى لاكوب محمد الخامس، وكانت تيجيو لها جميع الفرق الكبيره عالميا، وكانت الدار البيضاء مشهوره بهذاك اللقاء اللي كان تيكون في الملعب دونور، الستاد دونور. فعلا عندنا تجربه كبيره بزاف. علاش؟ لان اولا البلد محبوب. نعطي مثال في اطار لاكوب دي موند ديال قطر، تعدات 250 مليون كليك في جوجل باش الناس يعرفوا المغرب. 250 مليون كليك راه ماشي سهله، وراه مهمه جدا. فما يمكنش لا فيفا كتختار دير الموندياليتو في المغرب غير هكاك عباثا، لا، كتعرف الدور القيم، وخاصه الاماكن المدن اللي اختارت. وفعلا كنا كنتظروا كذلك مدينه براكش تكون مختاره، ولكن مدينه طنجه لها جميع الكفاءات بالنسبه للفنادق، بالنسبه للتسيير، بالنسبه للمنظر الجميل ديالها والقرب ديالها ديال اوروبا. هذه كمدينه طنجه. مدينه الرباط عاصمه الثقافه الافريقيه، عاصمه الانوار، اللي عندنا كذلك القطار السريع اللي كيدير طنجه الرباط باسرع وقت، حتى ان كاين هناك هذا التمكن من اقتراب المدن بالتي جي في، الا وكيعطي كذلك واحد القيمه مضافه لهذا الموندياليتو. فعلا الرياضه تتلعب واحد الدور قيم جدا اللي خصنا ناخذوه بعين الاعتبار. يمكن نتكلم على بعض الرياضات الاخرى اللي هي كتعطي كذلك صفه وجماليه المغرب على الصعيد الدولي. نعطي مثال اذا كان عندي الوقت. اولا خذوا مثل الماراثون دو سابل اللي كيدوز في الصحراء الشرقيه المغربيه، اللي كيعطينا واحد الجماليه ديال درعا تافيلات والمناظر الخلابه الجميله ديال درعا تافيلات. كذلك حيت كنديروا لي ماراثون ديال جميع المدن الكبرى، مراكش، الدار البيضاء، الرباط، طنجه، اكادير، هادو كذلك تيعطيو واحد الصفه وواحد التشويق للمنتوج ديال هذه المدن الكبرى. ما نساوش كذلك عندنا اللي مهم جدا هما العاب القوى. المغرب عندنا دي زاتليت معروفين في المسافات الطويله والقصيره، ومعروفين اللاعبين المغاربه العداء المغاربه بالقوه ديالهم
اخيرا راه عرفنا 3 من ستيب اللي المغربي اللي دا الميداليه الذهبيه ودا الميداليه الذهبيه وكذلك لا كوب دي موند. فهذا كيدير واحد اشهار جماليه المغرب والتعريف بالمغرب. اذا الرياضه لها دور مهم جدا كالثقافه كالسياحه كمؤتمرات اللي كتعطي دائما هاد الوجهه، كتبين الوجهه المغرب في السياحه. فانا كنعرف ان المهنيين ديال مدينه طنجه اللي عشت معاهم اخيرا في مدينه مدريد وكانوا يحضروا بقوه باش يديروا تسويق للمنتوج ديال الجهه ديال طنجه الحسيمه، وكانوا حاضرين بالقوه ديالهم ارباب فنادق وكاله الاصفار اللي عارفين انه الموندياليتو موجود ومستعدين ليه بالفنادق ديالهم بالنقل السياحي ديالهم بالمطاعم ديالهم، حتى ان جميع المدن اللي بيلعبوا المقابلات في الملعب الكبير ديال طنجه الا غادي يكون عندهم جميع الامكانيات مستعدين وبالفرحه والاستقبال ديال الطنجاويين. نفس العمليه في مدينه الرباط. الحمد لله. تفضلي. نعم، إذا كما ذكرتم يعني نفس العملية ستتم في مدينة الرباط، والتحضيرات يعني متواصلة من أجل يعني إعطاء هذا الحدث القيمة التي يستحقها الأستاذ العلوي. ما هي أهمية وأبعاد الإشعاع الرياضي الذي يعطيه الموندياليتو للمغرب، وماذا عن جاهزية المرافق الرياضية لهذا الحدث؟ بدءا مرحبا بك، مرحبا بمشاهدي قناه ميديان تي في. بطبيعه الحال يمكن ان نقول على انه الاشعاع الذي سيعطيه الموندياليتو للمغرب هو على مجموعه من الاصعده، ولكن اعتبارا للدور الرياضي ساذكر يعني شيئين اثنين. اولا على المستوى الرياضي، ثم على المستوى اللوجستيكي. نعلم جميعا ان المغرب الان يمكن نقولوا اصبح علامه عالميه، والان نتحدث الان عن الموندياليتو العالمي. معنى ذلك اننا رائدين على المستوى العالمي، ونتقدم افريقيا ونتقدم مجموعه من الدول على المستوى العالمي من حيث الترتيب. اولا الترتيب الخاص بالمنتخبات على المستوى الفيفا على المستوى الدولي، وايضا على مستوى التنظيم. سبقنا ونظمنا في سنتي 2013 و2014 نسخه مماثله للموندياليتو، وكانت من احسن النسخ على المستوى التنظيمي وايضا على المستوى الرياضي، بدليل انه كان فريق الرجاء قد لعب المباراه النهائيه انذاك، وكانت قد اعطت اشعاعا عالميا وسياحيا للمغرب. الان اختلف الامر وصعدنا درجات، بالتالي هذا الان امتداد للانجاز التاريخي الذي حققه اولا المنتخب الوطني المغربي على المستوى العالمي خلال مونديال قطر 2022، حين يعني اصبح من بين 4 منتخبات عالميه. ثم ايضا لنظهر مره اخرى اننا نتفوق، اذا تفوقنا على المستوى الرياضي فايضا نتفوق على المستوى التنظيمي. لنا من البنيات التحتيه ما يمكن ان يجعلنا من الدول الرائده على المستوى التنظيمي، بدليل انه مركب طنجه الان مركب ابن بطوطه اصبح يعني بمعايير دوليه عالميه. ايضا مركب الرباط، هناك مركبات اخرى سنستغلها مستقبلا بمدينه مراكش ثم اكادير وغيرها من المدن. معنى ذلك سنبهر او سنثبت مره اخرى للعالم وايضا لافريقيا اننا رائدين على المستوى التنظيمي وعلى مستوى البنيات التحتيه، ولنجيب ايضا لمن يهمهم الامر اننا قادرين على تنظيم ارقى التظاهرات ليس فقط الافريقيه ولكن على المستوى الدولي. طيب أستاذ العلوي، دائما يعني في الشق الرياضي أوقعت قرعة بطولة كأس العالم للأندية فريق الوداد الرياضي بطل إفريقيا في مواجهة فريق الهلال السعودي بطل آسيا. يعني ما هي حظوظ الوداد ضمن هذه المواجهة المرتقبة في وقت أكد فيه الناخب الوطني مثلا وليد الركراكي أكد أن المواجهة تعد بمثابة فخ؟ صحيح، هي مواجهة يمكن أن نقول على أنه على الورق يمكن أن نرشح فريق الوداد على اعتبار عاملي الأرض والجمهور، وعلى اعتبار أن الوداد يمكن له حماس وله أهداف أخرى يعني في خلال هذه المباراة. ولكن لا ننسى أن فريق الهلال من الأندية أو يمكن اعتباره من السواعد الكبرى على مستوى البطولة، ماشي فقط في السعودية ولكن على البطولة الخليجية. معنى ذلك أن الوداد عليه أن يبلل القميص أكثر من مرة، وعليه أن يتعامل بذكاء
مع هذه المباراه خاصه وانها المباراه المفتاح، لان اذا لاحظنا الطريق المؤديه الى المباراه النهائيه ستمر عن طريق الفوز على الهلال. اذا فزنا على الهلال، فازت الوداد على الهلال، بدون شك انه سيكون من المرشحين لحضور المباراه النهائيه، وهذا هو مطمح الجميع، ليس فقط الجماهير الوداديه ولكن ايضا حتى الجماهير المغربيه، اعتبارا ايضا ان الان الجمهور المغربي لم يعد يقبل بالمراتب الدنيا، باش نكونوا واضحين. الان الجمهور المغربي اصبح يطالب بالمراتب العليا، بمعنى انه يطالب بالبوديوم. ولما نطالب بالبوديوم معنى ذلك اننا نضع ضغطا على اللاعبين، نضع ضغطا على الطاقم التقني. واعتقد انه الوداد بامكانه في مناسبات عديده كبر في مثل هذه المحطات، وبامكانه ان يثبت على انه فريق قوي قادر على تمثيل المغرب احسن تمثيل، خاصه في هذه المحافل الدوليه. ولكن اقول دائما بحذر شديد، لان المباراه لن تكون سهله للطرفين معا. طيب أستاذ السعدي، يعني تحدثنا عن كون مدينتي طنجة والرباط من المرتقب أن تحتضنا مباريات الموندياليتو، يعني أي آفاق لانتعاش السياحة سواء خلال فترة الموندياليتو أساسا في كل من طنجة والرباط اللتين ستحتضنان هذه المباريات، وماذا أيضا عن فرصة التعريف بالمدن المغربية الأخرى خلال هذه الفرصة؟ أولا خصنا ناخذ بعين الاعتبار أهم نقطة، لأنه حتى هذا الوقت اللي هو في شهر فبراير تيكون بعض المدن نقص فيها السياحه عاديه بعد راس السنه، الا ان كيكون نقص في المحجوزات في بعض المدن كطنجه وكالرباط وكالدار البيضاء، يعني المدن الشاطئيه اكثر، بعد النظر ديال مدينه اكادير تيكون فيها دائما الحجوزات الحمد لله بنفس العمليه. الا ان الاختيار ديال مدينتي الرباط وطنجه فهو اختيار مهم جدا. اولا لان طنجه عدد الفنادق والغرف مستعدين لاستقبال جميع الجماهير، نفس العمليه اللي غادي تكون في مدينه الرباط. واللي كاين هو باش نوصلوا نعملوا هذا التسويق المنتوج ديال جميع المدن المغربيه، الا وان انا كنظن وما غاديش نغلط